السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير لاباس عليكم ومرحبا بكم في قناه مغربيه. اليوم غادي نحضروا واحد الحشوه اللي كتجي لذيذه بزاف. انا كان عندي البطبوط واجد، كنت دايره في الفريغو ورشقت ليا على هاد الحشوه. هاد الحشوه حضرتها بالفلفله حمراء والخضراء والصفراء وزدت عليهم هاد خيزو، درت خيزوه وحده. المهم نتوما على حسب البطبوط اللي عندكم، يعني على حسب الكميه. وزدت عليهم البصله، عندي خضاريه كما كتشوفوا، كتغسل مزيان وكتقطع، ما كيطلع فيها والو. وشويه ديال الربيع كما كتشوفوا، تقريبا معلقه. هاد الكاسرونه ما غاديش تقدني، خديت مقله ودابا كنشعل الفرن ديالي. خديت المقله كما كتشوفوا، وضعت فيها واحد معلقه تقريبا ديال الزيت صافي، ورجعت فيها هاد المكونات اللي عندي، وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان وما يبقاش، يعني كتدبل لينا ديك البصله مع خيزو، وعاد غادي نخدموا بها. المهم دابا غادي نمشي نقاد البطبوط. بالنسبه للعطريه عندي الملحه حسب الذوق، شويه ديال الفلفله حاره مطحونه، والفلفله الحمراء حلوه، والبزار. صافي هادشي اللي درت في العطريه. صافي غادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان كما قلت لكم، وتدبل عندي هاد البصله مع الفلفله ونرجعوا. الحشوه عندي راه وجدات كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد عليها الزيتون مقطع. انا الزيتون ما تنشريش مقطع، كناخذ الزيتون وتنقطعو بايديا. المهم خليكم معايا، غادي نكملوا المراحل. كما شفتوا الزيتون هو هذا، صافي راه حيت منه العظم ديالو. دابا غادي نزيدو على الحشوه اللي عندي. كنخلي الحشوه حتى كطيب، يعني حتى كتوجد، عاد باش كنلوح فوقها هاد الزيتون مقطع. وبالنسبه اللي بغى يشريه مقطع، هذا كل واحد والاختيار ديالو. انا كنفضل ناخذو يعني صين وكنقطعو على راسي. صافي دابا غادي نزيدو، راه الفرن عندي طفيتو، ودابا غادي نمشي نعمرو البطبوط. كما قلت لكم البطبوط عندي واجد في الفريغو، رشق ليا باش هاد الكميه غندير فيها. كما قلت لكم باش غادي ندير فيها هاد الكميه، غادي ندير فيها لاصوص بهذا الشكل هذا. وغادي من غنكمل هاد الكميه اللي عندي غادي نديرها في بانيني، لان كما قلت لكم البطبوط كان عندي في المجمد. غادي نسخنو في الاله ديال البانيني. هادشي اللي كاين البنات. المهم غادي نكمل هادشي اللي عندي، وغادي نكمل او غادي نوضعهم في الاله ديال البانيني. وبهذه الطريقه هذه غادي نربح الوقت، يعني غادي يوجدوا في الحين. صافي غادي نكمل الكميه ونتلاقاو. هذا هو الشكل النهائي ديال البطبوط اللي وجدت لنا اليوم. كنتمنى الفكره تعجبكم، ونتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. السلام عليكم.